بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل ويقول: بماذا أنوي عند قراءتي للقرآن الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كثيرا من المسلمين لا يقرأ القرآن إلا بقصد الثواب والأجر فقط، وغفل عن عظيم منافع القرآن الكريم، وأنه كلما قرأ القرآن بنية نال فضلها وحققها الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقرآن الكريم منهج حياة، والنية تجارة العلماء. فمن هذا المنطلق أذكر نفسي وأهل القرآن بأن تكون نية المسلم عند القراءة: اقرأ القرآن بنية العلم والعمل به، اقرأ القرآن بنية الهداية من الله، اقرأ القرآن بنية مناجاة الله تعالى، اقرأ القرآن بنية الاستشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة، اقرأ القرآن بنية أن يخرجك الله من الظلمات إلى النور، اقرأ القرآن لأنه علاج لقسوة القلب وفيه طمأنينة القلب ودفع الوسواس المسيطر على فكر الإنسان، اقرأ القرآن بنية صرف الحسد والعين عن نفسك وعن أهل بيتك، اقرأ القرآن حتى لا تكتب من الغافلين وتكون من الذاكرين، اقرأ القرآن بنية زيادة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن بنية الامتثال لأمر الله بالترتيل. والله أعلم.